الو. الو، مرحبا. كيف الحال؟ مرحبا بالجميع، اهلا وسهلا. وش قال دينيس؟ مرحبا. الو everyone. نورتوني. اليوم الموضوع حيكون عن عالم الأحلام. اللي مهتمين بهذا الموضوع حياكم الله، ادخلي لايف. أوكي. أهلا بالجميع. ويلكم. كونيتشيوا. يلا أبدأ عشان لا أطول عليكم قبل المغرب يأذن علينا. هنبدأ عن عالم الأحلام. هنتكلم بشكل مبسط إيش هو عالم الأحلام، إيش مكوناته، ليش الكل يحلم. تساؤلات مرت علي في بالي يمكن تفتح لكم إدراكات في مكان ما. طبعا مو كل حاجة حقدر أقولها على العام، في حاجات خاصة فيني، أحلام خاصة فيني، فأحتفظ فيها لنفسي. إذا تبغوا حاجة معينة هقول لكم كلموني على الخاص. الصوت واضح؟ قفلت المكيف عشان الون حقه. تمام الصوت؟ الصوت تمام؟ ها، الصوت واضح؟ تمام، يلا نبدأ. حاولت أكتب ملخصات لأنه لو انفلت عليكم حقعد ساعتين أتكلم. تمام. أول شيء، ما هو الحلم؟ إيش برأيكم هو الحلم؟ إحنا نعرف أحلام اليقظة، في أحلام وإحنا صاحيين اللي هي يسموها أحلام اليقظة، وإحنا قاعدين نروح عوالم أخرى كذا وإحنا رايحين قاعدين في محلنا وطايرين. وفي أحلام وقت النوم. اليوم اللي حتكلم عنها هي أحلامنا وقت النوم، لما نكون نايمين ونحلم. طبعا المفروض إنه الكل واضح عنده المعنى. طيب، هل الكل يحلموا؟ ما ندري. أنا عن نفسي كنت أعتقد إنه الكل يحلم، بس اكتشفت مؤخرا إنه في ناس ما يحلموا. طب ليش ما يحلموا؟ أو كانوا يحلموا فترة من فترات حياتهم مدة طويلة، وبعدين فجأة صار لهم حاجة معينة أو صدمة معينة أو حاجة معينة، فجأة يقولوا لك إحنا ما صرنا نحلم. أوه ماي جاد، أنا يعني تفاجأت بهذا الشيء. بعدين لما جيت راجعت ذكرياتي يعني الناس اللي حواليا اللي كانوا يتكلموا، هي واحدة شخص، يعني واحدة امرأة في حياتي، هي اللي كانت تقول هذا الشيء. تقول كانت تحلم من زمان أحلام كثيرة، بعدين فجأة صارت حاجة في حياتها، بعدين صارت ما عاد تحلم. طب سألتها قلت لها طب كيف لما تنامي، يعني تنامي وتصحي كده، ما انت ايش السير يعني وانت نايمة؟ قلت لي احس نفسي كأني دخلت في بئر اسود كله سواد في سواد، ولما اصحى خلاص اصحى من البئر هذا. في لحظتها انا تعجبت، ما اخذت في بالي في الموضوع انه شيء مهم او حاجة. قلت الله يعينك، يعني حسيت انها فاتها مرح كثير او حاجة، بس ما كثرت عليها كلام. كنت مراهقة في وقتها، ما كثرت يعني في الموضوع، ما لحيت عليها في السؤال ولا كثرت عليها في الأسئلة. طيب، لاحظنا احنا كلنا انه في حاجة مميزة في الأحلام، انه كل الناس بلا استثناء، الطفل الصغير، الكبير، العجوز، المرأة، الرجل، كل الأجناس، كل الأديان، كل الثقافات، كل المعتقدات، الكل يحلم. ما تسألتوا يوم ليش الكل يحلم؟ ليش الشيء الوحيد هذا اللي الكل اتفقوا عليه، هو اتفقوا الناس على ألا يتفقوا، سبحان الله، ما عدا الحلم الكل اتفق انه الكل يحلم. وما في احد يقدر يقول لي كذا لا تنامي ولا تحلمي، ممنوع، ما يصير، في اي ديانة كانت، في اي معتقد كان، في اي فكرة كانت، ما حد يقدر يقول لك انه والله لا تحلمي، لا تنامي ولا تحلمي، ما نبغاك تحلمي، او صححي احلامك، او سوي كذا كذا، لا احلمي بذا الطريق، لا تحلمي بذا الطريق.
اتحكم يسوي كذا ولا تسوي كذاك، وهذا مسموح هذا مو مسموح. الحلم هو الوحيد اللي ما فيه له هذا الشيء، اللي ما في احد اللي يقدر يحط لي قيود عليها او حاجه. هذا الموضوع تكلمت فيه عنه دكتوره سميه في مسرح الاحلام، بس انا بالنسبه لي حتكلم اكثر عن تجربتي الخاصه، وبعدين حتكلم لكم كيف قدرت اطور هذه المهاره. اللي فهمته انه من خلال تجاربي السابقه قبل لا ادرس مسرح الاحلام، دوره مسرح الاحلام حق دكتوره سميه، كنت في قيعان في وقت مراهقتي، كانت في صدمات عندي وحاجات، كنت ألجأ إني أزود وقت نومي، خلينا نقول بما إني أحب النوم أصلا، بس أزود نومي مو إني كسلان، أنا إنسانة أحب الإنجاز، أحب أسوي أشياء حتى لو قطعت عن الدراسة، حتى لو إيش أحب أنجز دائما، أسوي إيش عندي إنجازات، بداية من ترتيب البيت، الانتباه لأخواني، لازم يكون عندي إنجاز في الحياة. بس لاحظت إنه في وقت من حياتي كنت أمر بقاع كبير، كنت يعني عقلي ينعسني، أحس إني أنعس، نعاس لذيذ النوم. يعني إيش أقول لكم، أنام بدري الساعة 9:30 10، أصحى ثاني يوم 9:30 10، طبعا أصحى أخوي المدرسة وأكمل ممكن لين 9 10، يمكن 12 الظهر أصحى عشان أسوي له الغداء. لكن أحلام لذيذة عجيبة غريبة، يعني كأنها تقول لي تعالي وسعي صدرك، ما همك ولا حاجة، تعالي. بعدين فهمت لما صرت دخلت الوعي، فهمت إيش اللي قاعد يحصل وإيش اللي يصير. طلعت هذه إحدى وسائل عقلنا اللاواعي إنه يحمينا من إننا نتجنن، يحمينا من إنه نكون تحت ضغط قوي، نفقد عقلنا، إنه أعوذ بالله يعني لو واحد إيمانه مو قوي إنه بعيد الشر ينتحر أو يسوي حاجة في نفسه. فكانت هذه وسيلتي، إحدى وسائل عقلي اللاواعي إنه يساعدني فيها، طبعا باللاواعي مني، إني أنام. كنت حتى أقول للي حوالي، يقولوا ليش بك نايمة بدري وتصحي متأخر، يعني إيش بتسوي، إيش عندك بالنوم؟ واحدة كانت قريبتي خالتي تقول لي أنت تفكريني بجدك. قلت لها ليش بجدي؟ قلت لي جدك كان لما يصير مهموم ينام كثير، فنفهم إحنا إنه لما ينام كثير مدة طويلة نعرف إنه هو مهموم، عنده حاجة في راسه، مو قادر يتكلم، فيحط حرته زي ما تقول بالنوم. وأكيد تسمعوا أكيد في ناس زي كده، هذه ترى حقيقة، يعني هذه نعمة من نعم رب العالمين علينا، وهذه العقل اللاواعي يستخدمها معانا بإتقان، ما تخطر على البال. شرحتها الدكتورة سمية بطريقة مدهشة، كلها مومنت في مسرح الأحلام كانت بشكل مذهل. يعني الفيديوهات اللي ما قبل التطبيق العملي كانت فيديوهات عميقة مذهلة في زوايا ما عمرها مرت علي. كانت تشرحها بكل تفصيل بكل ذمة وضمير، يعني إذا كان عندها قصص يعني تفهمنا الأكثر المعنى ما قصرت. طيب، هل في شيء يربط الأحلام بواقعنا المادي اللي احنا فيه ويربطنا لما بعد هذا الواقع، يعني بعد ما بعد نتوفى؟ هالسؤال قد خطر في بال أحد فيكم؟ أنا خطر لي، بما أني أحب أتساءل وأحب أقلب الأفكار، متعتي الفكرية، بما أني خلصت قريب طاقة المتعة درستها، فصرت أعرف أنه من إحدى متعي الجميلة أني أقلب الأفكار في راسي والتساؤلات. حتى لو قالوا لي ما تسألي، ممنوع تسألي، أنا أسأل مع نفسي، مع ذاتي، أسأل مع نفسي، أسأل ربي، أسأل كذا بس مع نفسي، كذا أكلم نفسي في البرايا اللي يكون، المهم إني أسأل. حسيت إنه في شيء يربط ما بين حياتنا الحين إحنا اللي عايشين فيها المادية وبين حياة الأحلام، العالم اللي في الأحلام. نحس إنه حقيقي، نسوي فيه حاجات، نحصل على مشاعر، تجينا حاجات تخوف أو تفرح، نحس نفسنا إننا حقيقة في هذاك العالم، بس نصحى ننتبه إنه إحنا كنا في حلم. ماذا لو كنا الحين إحنا أصلا في حلم؟ ما أبغى أدوشكم كثير في هذه المعلومات، ما نعرف. ماذا لو كنا الآن إحنا أصلا في حلم جماعي بالجملة؟ طيب، شيء تاني تبادر لذهني، ليش قال لنا الرسول عليه الصلاة والسلام إنه لما أحد يحلم بأحد متوفي يعرف إنه هذا المتوفي بدار الحق؟ وإذا كنتوا ناس تؤمنوا بالرسول عليه الصلاة والسلام، طبعا أنا يتابعوني كثيرين، ما أعرف إيش دياناتكم إيش معتقداتكم. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول إنه هذا المتوفي بدار الحق، الإنسان المتوفي هو بدار الحق. فلما يقول لكم رسالة أو يقول لكم حاجة خليكم منتبهين. وكثيرين نشوفهم في برامج الأحلام وتفسير الأحلام ينشغلوا لما يقولوا أحد ميت زارنا، أمنا، أبونا، أحد قريب، أحد ما نعرفه قال لنا رسالة، ونعرف إنه في حاجات حقائق كثيرة صارت وقصص عجيبة حصلت، إنه في رسالة حقيقية من عالم الأموات إلى عالم الأحياء عن طريق الأحلام. طيب، هل لقاءنا بالمتوفين شيء مهم وميزة؟ وهل الكل عندهم قدرة أنهم يتعاملوا مع أو يشوفوا في الأحلام الناس المتوفين، ولا في أشخاص أكثر من أشخاص؟ بالنسبة لي أنا في أحلامي، بالنسبة لي أحلامي كان أغلبها صراحة الناس المتوفين يجوا يكونوا في أحلامي موجودين.
خاصة اللي أكون أحبهم أعرفهم. وصراحة مؤخرا صرت حتى أشوف الناس اللي ما أعرفهم فأعرف إنهم توفوا، أو إنهم من زمان طبعا أكون ما شفتهم. مثلا العاملة منزلية من زمان كانت عند خالتي أو شيء، قبل شهرين ثلاثة بدأت تجيني في الأحلام، على طول قلبي قال لي إنها شكلها توفت الله يرحمها وجاية عندي، وأنا قاعدة أجمعهم أظن عندي ولا إيش، يحبوني ولا إيش حكايتهم. يجوا عادي يسولف معاي عادي في أحلام عادي عادي، مبسوطين ونتحكى. هل في شيء بيوصلوا لنا إياه؟ ما ندري. كيف حتعرفوا كيف إيش حيوصلوا لكم إياه؟ هنا يجي الدور حقت إنك تتعلم من شخص واعي وفاهم، ما تاخذ المعلومة كذا من أي أحد ماشي كذا يهب ودب كذا، أخذت معلومة في الانستغرام طقك لي إياها ومشيت. حاول تاخذ المعلومات من مصادر موثوقة. كيف تعرف المصادر موثوقة؟ هل أحد فيه يعرف كل حاجة؟ ما في أحد يعرف كل حاجة. فعلا الحلم هو أداة تواصل. هل في أحد يعرف كل حاجة؟ ما في أحد يعرف كل حاجة. ما يعلم الغيب ولا يعلم كل حاجة كل حاجة كل حاجة إلا الله اللي خلقنا. هذه الأشياء اللي كانت تخطر في بالي والتساؤلات، وكان في بعضها صراحة في المسرح الأحلام ما كانت تخطر في بالي. يعني مثلا الجاثوم، لما قرأت العنوان تحت المسمى حقة المسرح الأحلام، إيش الجاثوم هذا؟ قعدت أبحث في جوجل وأشوف إيش السالفة. صراحة ما كنت أعرفه إلى وقت ما كنت أعرف الجاثوم إيش هو. في حاجات كمان في اسمها أحلام الكوابيس تشرح لنا إياها، أحلام العادية. في شيء اسمه أحلام طوارئ، هذه كانت معلومة جديدة عني يعني اتعلمتها من دكتورة سمية، ما أعرف إيش هي يعني، ما كانت في بالي مرة أبدا. أول ما حطت الدورة هي يعني طلعتها في الموقع، أنا ما أخذتها، قلت يعني خليني أخلص التنظيفات اللي عندي وما أدري شكله. بعد سنة تقريبا أو أكثر من سنة انتبهت إنه كان لايف، وأعتقد إنها كانت رسالة لي في لايف من اللايفات كانت تتكلم فيه عن دكتورة سمية عن الأحلام، وجاء كذا ببالي إذا هذا حسابي اللي كاتبة أسماء مرقاني، أيوة هذا حسابي. في لايف من اللايفات تكلمت فيه دكتورة سمية عن الأحلام وعن تواصلنا في الأحلام، وقالت كلمة لفتتني: الحلم الواعي، كيف نتحكم في أحلامنا أو حاجة زي كذا، أو الحلم كيف تعرف إنك في حلم أو ما تعرف. في كلمات معينة كذا شدتني. أوه واو، في لحظتها جاني شعور كذا قوي وإدراك وإحساس إنه قومي سجلي في هالدورة دحين وقتها. أوكي دحين دورها، جهزي فلوسك يا بنت الحلال وروحي لا تفوتك، دحين هي الوقت المناسب إنك تسجلي فيها. هذه الرسالة لك أنت خصيصا كسمبل لايف. ما كدبت خبر على طول جمعت فلوسي. بأنا صراحة مو دائما، خاصة الدورات الغالية اللي سعرها شوية يعني قريب 1000 أو حاجة، من موقع دكتورة سمية أو أي مواقع أخرى، بس موقع دكتورة سمية إنهم يسووا باكيجات. أحاول إني أختار الوقت اللي تصير الباكيج عشان أشتريه. ليش؟ يعني زي ما تقولوا فهلوة أو حاجة زي كده، توفير ماني. ليه؟ لأنه لما أخذ في الباكيج الدورات صح إنها كثيرة وحتاخذ وقت مني وححوس في عمري وزي كده، كيف أسوي في عمري، كيف أدرسها وألخصها وأخلصها قبل يخلص وقتها. بس عادة الشطارة اللي يبغى شيء يدورها. فقلت خليني أخذها باكيج، استنى الباكيج اللي بيجي. أحيانا يحطوها مع باكيج نية اليسر، والباكيج أحيانا مع شيء ثاني، باكيج مع كان حطيها أنا بالنسبة لي كانت موجودة مع خطوط اليسر، مع نداء الروح، مع جلسة الروح، عمر الروح. هذه الدورات اللي كانت موجودة، وكذا ما هي كانت صدفة، ما كانت صدفة تماما. يعني لو قلتوا لي خذي خطوط اليسر بقول ايش ابغى فيها احنا، يعني ما احتاج خطوط اليسر، وانا الله يستر علي من التعقيدات اللي كانت في مخي. فاكيد يعني وجودها كباكج وفرت علي شوية ماليا، وكانت الماكج اللي موجود فيها ومحتوى كل واحد يناديني أنا كإنسانة، أنا كسمبل لايف. أنا كل دورة منهم فتحت لي آفاق مختلفة في عقلي، في مخي، في أفكاري، في مشاعري، في أها مومنت، يعني شقلبت حياتي للمكان لجودة أعلى. نرجع للأحلام. مسرح الأحلام ما حقدر قلت لكم أشرح كل الحاجات اللي فيها، لأنه في حاجات ما تنشرح على العام. إذا لفتك شيء من كلامي وأنا قاعدة أتكلم، أو لفتك شيء من كلامي عن الأحلام، حسيت إنه في شيء يقول لك اشتركي، همسة بسيطة، فلاش ميموري، حلم افتكرتيه، أرجوكي انتبهي لحدسك أو انتبه لحدسك، إنه هذه اللي يسموها صوت الروح، أو صوت وعيك، أو زي ما تحبي الحاسة السادسة، حدسك. هو كلمة بحيجي كلمة بسيطة، حاجة بسيطة تقول لك هذا، ما فيها زن ولا فيها زي العقل الفكري ايش يسوي، ولا فيها أي حاجة يعني تجبرك إلا تسويها وتزن عليك كل بعد شوي. لا، هو كلمة بسيطة رقيقة
حاجة بسيطة كده تحسها تقول لك يلا روح اشترك. كيف حتعرف تميز الصوت النقي هذا هو صوت روحك من الصوت العقل اللي يزن ويخوفنا ويبربر علينا وما ادري شكله يسوي لا يعني. الفرق شيء بسيط. هذا اللي حاعطيكم اياه انا، حقول لكم اياه، هذا اخذته بدورات بفلوس يعني، بس انا احب انفعكم. نيتي النفع، وكلما خليت نيتك صافيه بالنفع للاخرين كل ما ربي اعطاك خير اضعاف ما انت متصور ولا عمرك تتخيل اصلا. مو من نفس الاشخاص، من اشخاص اخرين، من الحياه كلها، من رب الكون رزقه واسع. انت لما تضع نيه انك انت تتشافى عن طريق الاحلام، وين وصلت انا في القصه، وتتعلم كيف انك تعرف الاحلام وتفسرها لنفسك. إذا كنا ما نحلم كثير يفيد الكرسي. ذكرت دكتورة سمية عن الناس اللي ما يحلموا، إيش ممكن يكون موجود عندهم، إيش السبب. وكثير كانت في اللايفات حقتها تنصح وتقول إذا كنت ما تحلم أرجوك نظف، لأنه في حاجة تكون في أحلامك، أو زي ما تقول بلوكات، خلينا نقول العقل يحميك عن طريق إنك ما يخليك تشوفها. لأنه هو شغلته في الحلم إيش يسوي؟ في الحلم يفرغ الزحمة، يفرغ الضغوطات، يفرغ المشاعر السلبية. يعني مثلا إذا عندك خوف 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 خوف، حياتك مليئة بالخوف، عذرا على أصوات الطقطقة اللي تطلع لكم، فهو تصير أحلامك كلها خوف. أحلامك رايح تجري من الزومبي، رايح تجري من الجني في الحلم يجري وراك. هي تخليك إنك إيش، تنفس زي ما تقول كأنها بالونة مليانة معششة، شوية حتنفجر، فيخفف هو تنسيمة، يسويها كده بالإبرة كده، ينسم عليها شوية بشويش. نرجع لموضوعنا، كيف تعرف إنه هذا صوت حدسك أو صوت عقلك؟ صوت الحدس يكون ناعم هادي رايق ميزن. صوت الفكر أو العقل الفكري يكبر لك القصة، يهولها، يجيب لك قصص. فاكر هذيك القصة؟ الدليل ما أنت فاكر لما سويت كذا وسويت كذا وصار لك كذا وصار لك كذا. أنا أسمع كلامي أحسن لك، ترى يفوتك. وكمان شيء تاني، يعطيك خيارين ثلاثة ما يكثر. يعني خيارات ربي واسعة، هذا يخليك حاجة كده بسيطة، يعطيك خيار واحد ولا اثنين ولا ثلاثة، حدك يختار يا حد، مع انه الخيارات ملايين تريليونات خيارات في الحياة. انا من زمان احد قال لي كده، واحد قال لي زي كده خيارات مليانة، اقول استغفر الله العظيم، هذا فين نجيبها؟ حقيقة انا انسانة زيكم، فين نجيب الخيارات؟ مجرد ما اني صرت انظف، مركزة على التنظيف، من دورات التنظيف الاساسية اللي هي المشاعر البسيطة حق دكتور سمية الباكج. صراحة انا ما جربت كثير حق تنظيفات المجانية، ولا أشوف اللايفات كثيرة الطويلة حق دكتورة سمية، يعني نادر ما أشوفها كاملة بالساعة ساعتين صراحة. أحب ما أقل ودل، ما شاء الله عليها، هي معلوماتها كثيرة وتحب تفيدنا كثير فتتوسع. أفضل إني أخذ لي الدورة تكون جاهزة ملخصة كده، 1 2 3 حنتكلم عن هالموضوع، وترجع لنفس الموضوع تفصله تفصيلا عن نفس الموضوع. فخلاص يعني زي ما تقولي أستثمر في وقتي، إنه وقتي خلاص تعطيني الزبدة المعلومة كاملة. التمرينات 1 2 3، ما ابغى احوس اسوي يوم ذا التمرين، طب كم يوم اسويه ما ادري، طب هذا التمرين الثاني طلعوا لي في الانستغرام، طب كم يوم اسويه، سويته يوم يومين ما نفع اجل ارميه في الزبالة. لا، الحلو في الدورات اللي حقت الدكتور سمية انه 1 2 3 وخلص، لا سويها. بعدين تبى تتوسع، تبى تزود، تبى حاجة عادي. في هنا واحدة من المتابعات كاتبة عن التحرش. فعلا انا لما كنت انظف في حاجة كذا، مسألة تخص حساسية جنسية في مكان يعني حساس بالنسبة لي، كنت أنظفها، كنت بشوف إيش المرض هذا اللي الحساسية اللي كل شوية ترجع لي في نفس المكان فعليا زي ما قلتي اللي كانت بالتحرش، اللي الحساسية كانت تجي وتروح. أنا مو فاهمة من فين جاية هي. نظفت بالتنفس، نظفت أول شيء المشاعر الأساسية البسيطة السطحية مرة ومرتين وثلاثة، بعدين دخلت في التنفس اللي هو التنفس التحولي حق دكتورة سمية. سويت كمان الوعي الطفولي، نظفت، قلت أشوف إيش الحكاية، سويت الوعي الطفولي مع التنفس التحولي، نظفت. في لحظة مناسبة لما صار عقلي أتأكد أو أطمن إنه والله أنتي مستعدة دحين نطلع لك الجذر، يلا يا بنت الحلال استعدي، ظهر الجذر، ظهر جزء منه في أحلامي. القصة طبعا في الفيديو كامل عن قصة التشافي من التحرش اللي عرفت فين جذرها، كان عمري 3 سنوات. ما طلع لي إياها عقلي، في الأحلام كانت تجيني يعني طشاش كده، حاجة بسيطة كده، لمحة صورة كده ومضة، بس ما أعرف هذا إيش السالفة، هذا من فين جاية، أحسها أضعاف أحلام، إيش السالفة. لما صرت مستعدة ونظفت مزبوط أكثر من مرة، طبعا مو يوم ولا يومين ولا 3، ما هي حبة سحرية، ما حد عنده حبة سحرية. أي حد يقول لكم خذوا الدورة دي وتسيروا خلاص تطبقوها مرة وتسيروا، هذا معلش يعني قاعد يبيع لكم أوهام.
يعني حقيقة أنا مو كلامي لحالي ولا كلام دكتورة سمية، كلام كثيرين اللي يقول لك حبة سحرية وامشي. ما هي يعني ما في شيء في الحياة اسمه حبة سحرية وامشي. تبغاش تحط نية صادقة، اشتغل على نفسك وتوكل على ربك وادعي واشتغل. الحين حقول لكم الشيء المميز اللي أكثر، إنه هذا مسرح الأحلام تعرفوا إنه لكم. هو فيه له 3 مراحل، كل مرحلة لها وقت معين، 3 شهور كل مرحلة. المرحلة الأولى الأساسية هي تنظيف وتشافي، عشان تاخذوا الزبدة على نظافة زي ما تقولوا، إذا تجذبوا على نظافة عشان لا تحوسوا عمركم في نفسكم. وكمان تنصح دائما إنه ما تخلوا أحد يفسر لكم أحلامكم. أحلامكم هي كنز لكم، هي كنز لكم، هي حتوريكم انتوا فين وفين ممكن تسيروا وفين وصلتوا دحين وإيش قاعدين تسيروا. الشيء أنا اكتشفته من بعد الحين تقريبا 2 أنا قاعدة أسوي مارس مسرح الأحلام يوميا، طبعا أطبقه أنا يوميا. يعني هو تطبيقاته سهلة وسريعة، ما حتطلع المريخ ولا حتروحي تشقلبي ولا حتمسكي الورقة وتفصفصي أمك زي يعني الأفكار اللي في راسك تطلعيه زي التطبيقات العملية اللي مع حق دكتورة سمية الثانية. التطبيقات جدا سهلة، اللي يبغى ويحب وناوي بصدق انه يتشافى حيسويها، ما حيستخسر في نفسه الوقت البسيط اللي حيسويه ويطبقه عشان يستفيد من الاستفادة الكبيرة اللي احنا وصلنا لها. طيب وكمان اللي ايش كنت بقول، انه كيف تعرف انه هذا مسرح الاحلام لك؟ اذا لفتك واذا كنت مؤمن بمسرح بالاحلام، عندك قدرات معينة بالاحلام، احلامك تتحقق او سبق انها تحققت، او عندك افكار، او دائما تلفتك الافلام اللي فيها عن احد يحلم يروح اماكن حلوه، يشوف اشياء شو كويسه، يغير حاجه، او انك تعرف انك انت كنت في حلم، تصحى من النوم تقول اوه انا اصلا كنت عارف جوه الحلم ان انا اصلا احلم. في شيء يسموه حلم واعي، تقدر تقرا عنه لوسيد او لوسيد دريم او شيء اسمه كده. وفي مرحله اعلى، اللي هي يوغا الحلم. يوغا الحلم ايش هي مرحلة متقدمة من الحلم الواعي. الحلم الواعي انت عارف نفسك انك انت في حلم وماشي مكمل. يوغا الحلم اعلى، انت عارف نفسك انك في حلم، ايش هتسوي، ايش تبغى تسوي، او ايش تقدر تسوي. لما تحصل عليه طبعا في دورة مسرح الاحلام او كورس مسرح الاحلام حبة حبة حتسويها التطبيقات اللي قالت لك عليها دكتور سمية، حتمشي عليها بحذافيرها حبة حبة، بتشرح وافي كافي. المرحلة الأولى والمرحلة الثانية والمرحلة الثالثة، وتقول لك أرجوك إذا أنت عندك نية صادقة بالتشافي والتنظيف، أرجوك طبق زي ما أنا بقول لك. ما تكلمت كثير عن أحلامها هي شخصيا، إنه هذه أحلام خاصة فينا، ولا أنا أحب أتكلم عن أحلامي، بس إذا حسيت إنه في حاجة نبذة ممكن أقول لكم إياها بشكل عام كذا، ممكن أقول لكم إياها. لكن إذا وصلت ليوغا الحلم، اعرف إنك حصلت على حاجة كبيرة، ترفيه ممتع ما عمرك سبق جربته. عن نفسي لما سمعت الجملة هذه قلت شو المتعة الترفيهية المنزلية اللي عمري ما سبق جربتها في هذه المتعة. أوه ماي جاد، لما حصلت أول يوغا حلم عجيب يعني فرحته من جد ما تنوصف، مع أنه حصلت يعني بعد أشياء كثيرة يوغات كثير، بس إنه أول واحد التوب نمبر 1 تكون في مكان وتصير شيء تاني، يعني من الفرحة. وكمان إذا كنت من طفولتك عندك مثلا، أنا بالنسبة لي من طفولتي عندي جسدي يحس الأثيري قوي، تجيني أحيانا قصص أفهمها من الحلم، وبعدين أعرف إنها هي أصلا موجودة في المكان الفلاني، في المكان عند الناس الفلانيين، في الدروس الفلانية، وأنا أكون ما أخذتها في المدرسة ولا حاجة. فحسيت إنه أنا أتمتع بجسد أثيري قوي. وكثير قلت لكم إنه أحلامي أو جسدي الأثيري هو اللي كان يعني يسندني بعد الله في كثير قيعان حصلت يعني في حياتي. كان جسدي الأثيري هو اللي يشيل، لأنه الأجساد لما في القاع لو تكون في صدمة أو تكون في انهيار أو حاجة، أجسادها كلها تقع في جسد واحد يساعدك، فأنت تعرف لازم مين الجسد القوي اللي عندك اللي هو حيشيلك لما أنت تقع كل الأجساد وما تقدر تشوف طريقك. طيب في حاجات حلوة، ودائما يعني قلت لكم كذا مرة في كثير من اللايف حكيت لكم عنه، إنه أنا أحب أجرب
اجرب معلم ثاني، يعني ما اطيح في دورات دكتوره سميه، اجرب بعدين احس نفسي قاعده اجمع كثير. قلت يا بنت وبعدين معاكي كل واحد تجمعي متى بتلحقي ده وده وده، اوقف ستوب، اسوي بلوك، اسوي كذا، اوقف انفولو، اهدى، اروق. وعرف بعدين انه هذا من قانون المسؤوليه، انه حاجه حلوه انك انت توصل لمرحله تشوف نفسك قاعد تجمع معلومات. طب وبعدين متى حتطبق؟ لا، اني الحمد لله وقفت. فهذه جات فطريه. بعدين صاحبتي قالت لي انت قاعده تنفذي ما شاء الله قانون المسؤوليه اللي قالته الدكتوره سميه. قلت والله ما اخذت هذا قانون المسؤوليه، بس قالت لي فعلا يجي واحد مرحله في ناس يعيشوا ويموتوا وما يجمعوا معلومات. التطبيق ذا يقول لك اعرفه. طيب جربته؟ اي طيب جربته مره مرتين ما نفع. طب يا ابن الحلال، ما هي اشتريت غيره؟ ايوه اشتريت غيره، وعندي غيره وعندي 3 غيره. طب يعني لا جربت العالم والناس، ولا طبقته من اوله لاخره، ما اعطيته فرصه يستوي الطبخه في راسك، في عقلك، في مشاعرك، يا سيدي ما هو كذا الحياه، يعني ياخذ وعطى، مش كذا خذني جيتك. فاللي ياخذ المعلومات ويخليها كده يخزنها في الدولاب لا ياخذها، نصيحه لوجه الله. لكن اذا عندك نيه صادقه بتطبق انت الكسبان. ارجع للموضوعي، انه دكتور سميه لما اخذت اكثر من مكان يعني معلم ثاني، سبحان الله ترجع لي القصص ثاني مره، والمنحنيات ترجعني انه خذي هذه الدوره عندها. رجعي ثاني، قلت لا اله الا الله. حصلت لي مرتين 3، اروح لمكان ثاني اتعلم من احد ثاني ادرس معاه، بعدين ارجع ثاني مره الاقي دكتوره سميه سوت دوره اكثر واوسع واجمل واعظم، ارجع اسمعها واقول اوه يا الله، صحيح قديش الروح تعرف معلمها. خلاص ما عاد كترت كلام، صرت معاها اخذ دوره ورا دوره ولا يعني افقد المتعه. ما شاء الله تبارك الله. يعني عارفين الطفل اللي يعطوه حلاوه العيد وفرحان ويرجع البيت كده ويحط الحلويات كده يجمعها؟ انا زي كده، انا مع دكتوره سميه. الدورات اللي اشتريها دورات تطوير الذات، خصوصا حق دكتوره سميه، ارجع كده يعني الفرحه مش سيعاني. احط دفتري كده ووراقي واجهز الوقت اللي ما في احد في البيت، ما حد يرجني، وادرس واشوف واتوسع. كمان في شيء ثاني لاحظته في دكتوره سميه من اكثر من دوره، انه لما تعطيك الزبده زي ما قلنا في الدوره 1 2 3، في حاجات تقول لك هذه يعني تفضل انه انت يعني هذه محاذيرها، مثلا انتبه تسوي زي كذا، انتبه تسوي زي كذا، وتسيبك تترك لك تتوسع انت براحتك، بس تعطيك المحاذير اللي هي تشوفها مثلا من وجهة نظرها او وجهة احد ثاني قال لها او معلم احد يعني جربته زي كذا، وتترك لك. في مسرح الاحلام كان التوسع اللي سابته لنا رهيب. حتى انا لما سمعت الدوره قلت طيب انا كيف اسوي في هذه النقطه؟ طب ايش اسوي؟ يعني تساؤلاتي كثيره. حبيت نقطه انه تعطيك المهاره، كيف الطريقه، التكنيكات، كيف تسوي، كيف تفعل، كيف عشان توصل، ولا تتعلق. عشان توصل ليوغا الحلم او توصل للتمرينات حقت الحلم الواعي في المرحله الثانيه واليوغا الحلم في المرحله الثالثه، ما تتعلق بالنتيجه. وانا طبعا في لي الابيض التعلق، فانا يعني دارسه التعلق، يعني في الابيض هذا اللي يحاوسني في الحياه كلها من يوم ما جيت في الدنيا. الحمد لله ان شاء الله اني ايش عرفته كده، حطيته تحت المجهر. ما تتعلق، متى ما جاي يجي، يجي اليوم، يجي بكره، يجي بعد شهر، متى ما جاي يجي، متى ما جاء يجي. هذه صرت اعيدها الجمله اكثر من مره فعليا. لما وقفت التعلق في امور كثير في حياتي، ونظفت فك التعلق، وسويت اشياء كثيره عشان افك التعلق، التخلي في التخلي تجلي، صرت اعيد الجمله كده حتى لو ماني فاهمه ايش السالفه، شويتين عقلي تبرمج عليها. فعليا كل شيء يجيك ببهاء ويسر وسهوله على قولتهم. ايش اكتشفت بعدين لما طبقت المرحله الاولى وطبقت المرحله الثانيه؟ اقول لكم دهشه من الدهشات، انه انا قبل لا اوصل للمرحله الثالثه، يعني في تقريبا قبل 2 3 من المرحله الثانيه، من اخلص المرحله الثانيه، انا حصلت على يوغا حلم. لا بي ولا علي على قولتهم حصلت يوغا حلم. كيف؟ ليش؟ عشان ايش؟ ما ادري. هديه، يؤتي الرزق من يشاء ولا يؤتي العلم من يشاء. يعني انا حطيت النيه انه ما اتعلق، متى ما جاي يجي. اصلا لسه ما دخلت المرحله الثالثه، عشان المرحله الثالثه هي تجهز ليوغا الحلم. وعادي تحسبوني وقفت ولا اقول خلاص حصلت اليوغا الحلم، انا امشي زي ما المعلم يقول لي. المعلم قال لي كملي 3 مراحل، كمل 3 مراحل. قال لي بعدين تبي تكملي كملي، ما تبي تكملي لا انا اختار ساعتها براحتي، بس غالبا حكمل اذا شفت الفائده العظيمه. بس اكتشفت شيء عظيم، وهذا الشيء يعني ابهرني اكثر اضعاف 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 ما كنت انا اتصور. انه تعرفوا ايش مسرح الاحلام دحين عامله معامله ايش؟
أو أقدر أسميه تسمية رهيبة تنطبق عليه تماما. مسرح الأحلام إذا درسته أنت أو أنت درستيه وطبقتيه مظبوط وأدركتيه وقويتي نفسك في المواضيع اللي قاعدة أشرح لك يا دكتورة سمية، تمرنتي وطبقتي، هي زي العضلة تقريبا، هي في المخ ماني عارفة إيش في إيش شكلها هي، بس هي حاجة تتنمى بالتدريب، الحلم بالتحلم والصبر بالتصبر. حيصير عندك بشكل مختصر برج مراقبة، برج مراقبة على جميع أجسادك الأخرى، برج مراقبة نعم، وأنت الملكة عليه. تعرفي جسدك المشاعري إيش ساير، أتنظف في ذي النقطة ولا ما تنظف، قاعدة تنظفي في مشاعر معينة، لا يقول لك الأداة ما هي مزبوطة انتبهي وغيري الأداة، أو يقول لك أنت شافيتي أنت برافو نجوم صفقة هدايا. برج مراقبة على الأجساد كلها. في كثير من مراحل حياتي فهمت من أحلامي إنه مثلا جسدي المادي تعبان أرهقته، أوكي وقفي خلاص التنظيفات ارتاحي، ارتحت سنة من التنظيفات. كيف عرفت؟ من تطبيقي المسرح الأحلام أو مراقبتي في برج المراقبة حقت الأحلام. إذن إيش حتستفيدوا غير إنكم مسرح الأحلام حتتعلموا تتشافوا وتتنظفوا بالأحلام، في بتعمل كده يعني نام واحلم. كمان حيصير عندك برج مراقبة، لا تسأل فلان أنا تشافيت ولا ما تشافيت، طب أنا طبقت الدورة هذه إيش أسوي، أستنى إيش أسوي، لا تسأل أحد. إذا تبغى تسأل عشان قلبك يرتاح تحس إنه في أحد معك على الأكشن تسأل، لكن أنا أقول لك لو خليت إيمانك بالله سبحانه وتعالى ثم بأنه خلقك وخلقنا كلنا في أحسن صورة، أنت عندك برج مراقبة عن طريق الأحلام. ركز مع أحلامك، ركز في ورقتك، ركز في اختبارك، ركز في رسائلك، نظف كمان واستمر في نظف بالأحلام أو بغير الأحلام اللي تحب، بس الأحلام هو كمان التنظيف اللي حلو فيه شامل وكامل وما يتعارض مع أي دورة في الحياة. اللي حلو فيه طبقت التنفس التحولي، طبقت الموسيقى التحولية، مسرح الأحلام ما زال معك وتقدر تطبق فيه كل يوم. الرسائل شغالة عليك طول اليوم، الهدايا شغالة عليك طول اليوم. الجذب، حتى الجذب يكون أبسط وأسهل إذا أتقنت كيف تطبق مسرح الأحلام وأتقنت فهمك لعالم الأحلام. إيش كمان كنت بقول لكم حاجة. طيب بكده أعتقد أني قلت لكم أغلب الأشياء. في جملة كانت تقولها دكتورة سمية يعني أنا انبهرت بيها، لن يقدر أحد على شخص استطاع أن يتحكم في أحلامه. هذه الجملة أنا لفتتني من أول ما سمعتها لآخر ما سمعتها إلى الآن، كل ما طفشت كل ما قعدت كل ما قمت. لن يقدر أحد على شخص استطاع أن يتحكم في أحلامه. هل تقصد هي الأحلام اللي حين إحنا لما نحلم في أشياء مادية ونسويها ما أدري شكله، ما أعرف، لما تطبق مسرح الأحلام حتفهم. هل هي تقصد إنه أحلام اليقظة لما نتخيل لما نسوي، أو هي أحلامنا اللي في الحلم اللي إحنا نحلم فيها؟ هل نقدر نتحكم فيها؟ هل نقدر نغير؟ هل نقدر نسوي حاجة جديدة؟ أنت توسع زي ما أنت تبغى. أنت مؤمن وإحنا مؤمنين إنه إيش ربنا خلقنا في أحسن صورة. اسمها دورة مسرح الأحلام، كورس مسرح الأحلام، أو يسموها دورة مسرح الأحلام. مفتوحة هذا الشهر. يمكن سعرها تشوفوه يمكن غالي، أنا شفتها صراحة من زمان إنها غالية، لكن صراحة سعرها يستحق 10 دبلات، بس ما بقول لهم 10 دبلات يزودوا عليكم، لكن سعرها مستاهل كل هللة فيها، كل هللة فيها. يعني أنا لما أحد يكلمني إيش التنظيفات، طبعا أقول لهم التنظيفات أي شيء فيه تطبيقات عملية دكتورة سمية أحسها التوب، أنا مجربتها وأحسها التوب، حتى لو ما فهمت إيش صار في السالفة، إيش عندي إيش نظفت لي بالضبط، أنا عارفة أنها تشتغل. كل شيء يأثر على كل شيء، وأي شيء يأثر على أي شيء. في عندكم حاليا عندي أنا لي شهرين تقريبا انضميت للفريق اسمه فريق عمل دكتورة سمية الناصر حق موقعهم حق الدورات. في رابط الخاص بتلاقوه موجود في البايو، إذا اشتركتوا فيه عن طريق رابطي تنحسب إنكم جايين من طريقي، عملاء من طريقي، بس من أول العملية من أول ما تحطوها في السلة لغاية ما تضغطوا الدفع، يعني لا تخرجوا تدخلوا عشان تنحسب إنه أنتوا جيتوا من رابطي، ما يخليكم جوجل على التطبيق على الموقع العام، الرابط العام. إذا عندكم من الدول اللي خارج اللي لهم وكلاء أو حاجة تفاهموا مع خدمة العملاء، وبس قولوا لهم اسم حسابي لو جايين من طريقي، وهم يحسبوكم إنكم من طرفي جايين عملاء من طرفي. وأي سؤال حابين تسألوني عنه، لأنه في أشياء قصص تانية خاصة فيني ما أقدر أقولها على العام،
تعرفوا هذه القصص يعني مو الكل يعني يغوص فيها، يعني فيها معتقدات غريبة عجيبة بعض الآخرين، ما أحب أغوص فيها، أحب أخليها على الخاص. ممكن تسألوني على الخاص، حياكم الله، يعني أقدر يعني أجاوبكم أكثر بأريحية أكثر، أكون على راحتي وعلى سجيتي. ما أحب أكون كذا متنشنة، إيش أقوله، مركزة في كل كلمة في كل حرف إيش قاعدة أقوله. وكثير متابعاتي يعني يكونوا اشتركوا في دورة مسرح الأحلام أو دورات أخرى من دورات دكتورة سمية الناصر، يكلموني على الخاص إذا في سؤال في حاجة، إذا أقدر أساعدكم ما حقصر. وإذا ما أخذتها ما أعرف يعني أقول لكم إني ما أعرف ما أدري، يعني كل واحد يساعد باللي يقدر عليه، وأنوي لكم النفع. ويا ليت إذا استخدمتوا رابطي يعني تخلوها بنية النفع لي، بنية التشجيع لي، بنية الدعم لي، عشان ما ترسله يعود إليك. من جد ما ترسله يعود إليك. من يوم ما غيرت حسابي هذا وخليته إنه أشارككم تجاربي، أشارككم النفع، أشارككم إنه في تشافي حقيقي في الحياة، وما هو وهم، وما هو ضحكة، وما هو قصة، وما هو يعني عالم وردي كده يضحكوا علينا فيه، عالم الوعي، عالم التطوير. اللي جرب وتغيرت حياته، الحياة أجود، الحياة أفضل، ليش ما يقول للآخرين إنه هذا حقيقة؟ ليش نظل نجري ورا اللي يقولوا إنه وهم، يخلوا تردداتنا في الحضيض طول عمرنا خايفين، طول عمرنا متوترين قلقانين. للعلم أنا كان عندي ارتجاع في المعدة من كثر ما أنا قلقانة متوترة، حالتي حالة. لكن كثرة التنظيفات، كثرة التشافي، كثرة النوايا الصادقة، كثرة الدعاء واليقين بالله. أنا أكثر شيء يحب يعني أستمد منه قوتي إني أنا أؤمن إنه ربي معايا وخلقني في أحسن صورة، في أفضل تقويم. مدام خلقني في أفضل تقويم، أنا يعني لما أمرض ما عاد في لي شفاء، ما لي عندي دواء، ما في دواء، وإذا مرضت فهو يشفين، معناته ما خلق لي أدوية. دائما هناك في خيارات أخرى، دائما هناك في تشافي، دائما هناك في أدوية، علاجات لأشياء علمها من علمها وجهلها من جهله. لكل داء دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. في حاجات مو من مصلحة أحد إنه إحنا نعرفها، في علاجات مو من مصلحة الكل إنه لو عرفها يعني بعدين مين ياخذ الدواء، إيش نسوي يعني في عمرنا. في حاجات أنت لازم تتعلمها، أنت لازم تدرسها، لازم تبحث عن مصادرها، تبحث. وفي حاجات تتركها على الله، تقبل باللي جاك، وربك يرسل لك الشفاء من عنده، من سبحانه. لكن ليش ما نبحث؟ ليش ما نتعلم؟ ليش ما ندرس؟ ليش ما نتوسع؟ يا رب. إذا عندكم أسئلة تحبوا تكتبوا في اللايف، إذا أقدر أجاوبكم، إذا استفدتوا من الكلام اللي قلته. هحفظ في اللايف هنا، وهحفظه كمان في اليوتيوب. في اليوتيوب يمكن أسهل لكم لما تسرعوا وتبطئوا، مع إنه أسرع من كده أتكلم ما حتلحقوا علي، ما شاء الله بارك الله، يعني الصلاة على النبي. في أحد عنده سؤال؟ الكورس اسمه كورس مسرح الأحلام، موقع دكتورة سمية الناصر، مفتوح حاليا. وإذا تبغوا معاه الباكجات، في الباكجات معاها عالم الأثير وعالم الاحتمالات، إيش كمان، التأملات، في من 1 إلى 8 تأملات. أتمنى أني كنت خفيفة عليكم وأعطيتكم معلومات مفيدة، ودعواتكم لي بظهر الغيب. شكرا، مع السلامة. في سؤال ولا نحن مثل ما قلتي أول شيء؟ واحدة تسأل كيف نعرف إنه نحن تنظفنا، ولا نحن مثل ما قلتي أول شيء شاشة سوداء عشان المخ يحمينا. لما تنظفي وتعيدي كمان التنظيفات أكثر من مرة، التنظيفات البسيطة، بعدين تبدأي شويتين تدخلي على التنظيفات العميقة. في باكج، مو الشهر هذا، الشهر الجاي باكج التنظيف يفتحوه، في له حق دكتورة سمية برضو، أنا مجربته. في التنفس التحولي أنا طبقته تقريبا دحين، السنة اللي فاتت طبقته 7 مرات في نفس السنة، وارتحت سنة لما عرفت من أحلامي إنه جسدي المادي خلاص تعب، أرهق. ارتحت سنة كاملة من التنظيفات كلها. كنت أسوي تنظيف التنفس التحولي مع الوعي الطفولي. الوعي الطفولي طبقته 12 مرة على أكثر من مشكلة فردية. الموسيقى التحولية كنت أسمعها 3 أسابيع 21 يوم في إذني أحط السماعات، بس لأنه أتحسس من السماعات، فارتاح كل يعني 3 أسابيع ارتاح شوية عشان إذني تتحسس من السماعة حقت الجوال. وفي السول ديتوكس. السول ديتوكس هو نمط حياة كامل. يعني أنا أفتح فيديو بين وقت والتاني، لسه ما خلص، باقي لي كم فيديو خلاص على الأخير. أسوي نمط حياة لأنه على كل الأجساد يشتغل. فهذا الباكج ما ينفتح إلا في شهر التنظيفات. إذا تحبي كيف حتعرفي؟
مسرح احلامك هي حتوريكي. انت لما تاخدي مسرح الاحلام هتعرفي انت متى هذا الوقت انه المشاعر هذه طلعت، هذا الوقت انه الشاشه السوداء على زي ما قلتي في حاجه مكتومه عليكي مو قادره تشوفيها. انت نظفي وشوفي النتائج اللي انت حتجيكي. متى حتجيك النتائج، ايش النتائج اللي حتجيك، انا ما اقدر احكم عليك، انا ما اعرف كل شيء، ولا دكتوره سميه تعرف كل شيء، ما في احد في الكون يعرف كل شيء. كل واحد مننا له تجربته، له تجربه روحه في هذه الحياه، ايش المراحل اللي حيمر فيها. مثلا انا بدات بالخوف، بالتنظيف الخوف، تنظيف العار، الباكج المشاعر السطحيه. هذه اول ما بدات دكتوره سميه الموقع، يعني اصلا ما كان فيه الا هذه الدوره. اول ما فتحت اصلا دكتوره سميه فتحت كارما الثراء، انا دخلت كارما الثراء، يعني ما عمري نظفت ولا في حاجه. تخيلوا رايحه في التوهان وفي النيام مع النايمين، واجي ادخل لك في كارما الثراء. اصلا ما اعرف انه اصلا في قوانين كونيه، ولا اعرف اصلا انه في قانون الاتزان، واصلا يعني حالتي حاله. يعني لو مشتريه باكج لي خاص وباكج لزوجي هديه كمان، يعني عشان لا يصير سرقه، الكارما السرقه ما يصير. واحده لي كارما ثراء، واحده لزوجي خصيصا، لا وانا اللي اشرح له اياها، يعني حتى هو ما في له حل يشوف، انا يعني اسمع، يعني من كثر ما انا مهتمه. بس هل انا مستعده لكارما الثراء؟ هنا السؤال. تجربتي انا ما كنت مستعده لتجربه كارما الثراء. عرفت بعدها انه ايش يبغى لي اخذ شيء ثاني، في حاجه ثانيه تخصني انا، تخص روحي. هل معناته انه هو الدوره ما نفعتني؟ لا طبعا، لانه انا اصلا ماني مستعده لهذه النقزه، لهذه القفزه، يعني على انه زي ما تقولوا لما نجذب على نظافه. ايوه حثبت البث، لا تخافي، حثبت البث هنا وححطه في اليوتيوب. انا كم لي انظف؟ والله اظني انا يمكن خارج من بطن امي انظف. لا امزح معاكي. مع دكتوره سميه بديت 2014، لكن من قبلها انا كنت مهتمه بهذا الشيء، يعني كنت اراقب ايش يصير، اراقب احلامي، احب اتطور، احب زي ما تقولي افهم نفسيه الاخرين، احب ادور. من مراهقتي كنت يعني انقطعت عن الدراسه فتره من سنوات كثيره، فكنت اراقب الاخرين بدل ما اقعد اونون على حظي. طبعا ما اخذت وقتي في الونونه، وبكيت ونيت من ونتي ونه، اخذت وقتي، بس عندي يعني متعه في اني استمتع، اشوف استجابتي للامور مختلفه. لما يصير في حاجه اعصب وابكي واسوي كده، بس استجابتي تختلف. ابدا بعد شويتين اقول ليش ما اغير الاستجابه، بدل ما اخذ الموضوع بهذه الطريقه، طب ليش ما اغير الاستجابه. يعني انا مثلا يتيمه وانا صغيره، من عمري 10 سنين متوفيه امي، ومن عمري 12 سنه ابويا توفى. انا واخويا اللي اصغر مني توفى اهلنا في نفس الفتره. يعني هو استجابته للامور انه كان يون ويقول انا يتيم، كل ما صارت له مشكله يقول انا يتيم، ما ادري شكله، انا ما احد يحبني، انا فعله تركه. انا كنت اقول له لا، انت يتيم معناته احنا ايتام، يعني زي الرسول عليه الصلاه والسلام. الرسول عليه الصلاه والسلام في احسن منه؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هو كان يتيم وربي يحبه، اكثر واحد في الحياه ربي يحبه هو الرسول عليه الصلاه والسلام، خلاه يتيم. تتوقع انه هو يعني ربنا ما يحبه عشان كده خلاه يتيم، او يبي يبهدله، او يبي يتعبه، او انه ضعيف يخليه مسكين؟ لا طبعا، في حاجه عندنا قويه مميزه مختلفه، عشان كده احنا سنه من بين الناس كلهم سنه ايتام. خلي بالك اخواننا الكبار، يعني اهلنا توفوا هم كبار بالغين، لكن احنا توفوا اهلنا واحنا ما بلغنا سن الحلم، يعني ما بلغنا سن الرشد. العشرة في 12 لسه ما بلغت. فحاجه مميزه، طريقة استجابتنا للأمور تفرق. لما الحين في الوعي يقولوا لك أنت كيف تستجيب الأمور، كيف تفهم، خلي تردداتك عالية. الحين فهمت أنا شو هم قاعدين يقولوا. أول كانوا يقولوا طلاسة، بصراحة ماني عارفة شو يقولوا. هم في موال وأنا قاعدة في موال آخر، أقول إيش داني يقولون قاعدين هذولي، أصلا هم ما جربوا الحياة القاسية أصلا. الحين فهمت فعلا استجابتك للأمور تختلف. استجابتك وانت وين وتحن دور الضحية وحتلطم وحتقعد تسوي لنا أنتوا فعلتوا لي تركتوا لي، أقعد وين يا أبويا سنوات ما حد درى عنك. حتستمر وحتجيك امراض وحتجيك رسائل وحتجيك وحتتكفخ الدنيا تكفخك فوق اللي انت فيه. لكن تبغى تتغير، تبغى تتنظف، تبغى تسعى بالشكل الحقيقي. السعي الداخلي ترى هو 70% او 90%، خلينا نقول سعي داخلي. هذا سمعته بكلام الدكتورة سمية، انا كده فتحت فمي قعدت في اللايف اضرب اخماس فسداس. ايش السعي الخارجي 10% والسعي الداخلي 90%؟ ايش شكله قاعد تقول هذه؟ والله ما ادري ايش قاعده تقول يا دكتور سمية. انت ماني عارفه احيانا تقولي كده حاجات. فعليا لما نظفت بعد سنوات، انا من 2014 مع دكتوره سميه، من قبلها يعني ماشيه بالبركه اللي موجود عندي، يجيني الهامات من هنا ارشادات، رساله تمر من هنا، كتابه اشوفه من هنا. فعلا السعي الداخلي هو التنظيف، تشافي، تطبيقات، افرغ مشاعري، افرغ كتابيا، اطبق دورات، اشوف لي حل في عمري، احاول اتغير،
احاول اتغير، بس مو اغصب نفسي اتغير، لا انظف اللي جوا مكلكع هو اللي مخليني اتحكم، يعني اصير اهيج فجأة، اعصب فجأة، وانا اصلا الموضوع ما يسوى اصلا، يعني حتى يعني دوهم حطوا صباعهم عليك يوم انفجرتي يا اختي، هذه كل انفجارات سابقة، عندك مشكلة سابقة. تكون يعني انا بالنسبة لي لما نظفت كثير فترة، وبعدين قلت يا يعني حسيت كذا حدسي بدأ ينظف، آه لقطتي للامور للرسائل صارت انظف، صرت لما يجيني الشعور الداخلي اللي اقول لكم اللي هو الحدس، شرحته كيف تجيبوه كيف تفهموا كيف تميزوه، صرت افهم انه اوه واو، انه هذا حدس يقول لي كذا، وصرت اتبعه. اول كنت ليش اسوي كذا، ليش انت هذا ايش يعني واحيانا سبحان الله احيانا كذا امشي كذا ادرعم معه، لكن بعد التنظيفات وعرفت بعدين انها هدايا التنظيفات، انه حدسك يصير قوي، تمشي معاه كذا بسلاسه، بمرونه، ماشي كذا مع البركه، وربي يفتح لك الابواب المغلقه كذا، تمشي محل ما تروح على قولة ربنا يفتحها في وشك وانت رايح محل ما انت رايح زي كذا. ليش؟ لما تتنظف تتنقى، احنا اصلا ربنا خلقنا في احسن صوره، واصلا خلقنا ان احنا نظيفين نقيين انقياء الروح، نفخ فينا من روحه، فيعني لا يمكن نكون احنا غير انقياء. السواد اللي عندنا هذه من احنا نجيبها من صدماتنا، اهلنا علمونا، مجتمع ربانا، برمجه مجتمعيه، وعي جمعي، اي المسميات ما تفرق. لكن في حاجات خدوش كذا، يعني واحد متجرح، شايفين الصوره اللي حطت لكم اياها هنا مجرحين دار مشدخ حاله ابوه حاله زي كذا، هي كذا، بس ننظف الخدوش هذه، نلملمها نرمرمها نظبطها، نليس عليها على قولتهم، نداوي الجروح وننظفها، مو نحط لصق على جرح يعني تعبان مهلوك متآكل متعفن، او لا، ننظف على نظافة مظبوط، نحط المواد المناسبة، ننظف الشروخ زي العالم والناس، نليسها نمسحها نسمكرها نظبطها، يا سلام تصير آخر حلاوة. حبيبتي تسلمي. بس إذا في أحد عنده سؤال تاني، الوعي الطفولي كيف ترجعي تنظفيه أكثر من مرة؟ هل ترجعين تشتريه كل سنتين؟ ليش تشتريه كل سنتين الله يهديكي؟ لا لا، أخزنه عندي بالطريقة اللي تناسبني، يعني أسجله عندي بطريقة معينة لنفسي لاستخدامي الشخصي، إن شاء الله حتى أكتبه في ورقة وقلم ملخص، وعادي أطبق التطبيقات. أهم شيء إنك اللي يعني تسجليه عندك في ورقة وقلم، أو حاجة تسجلي لاستخدامك الشخصي، طبعا ما ترسليه عشان كلا تجيكي كارمة سرقة. التطبيقات العملية، اللي هو كيف تشافي طفلك الداخلي، أكتشف المشكلة وأحلها مع طفلي الداخلي. وبعدين في تطبيقات كاملة في الأخير بعد ما تحلي كل الوعي الطفولي، أتكلم عن الوعي الطفولي، بعد ما تحلي أكتشف مشكلتي وأحلها بالوعي الطفولي عن طريق التطبيقات اللي قالتها الدكتورة سمية عن كل مشكلة فردية. بعدين في سيلكت اول على قولتهم اللي تحت، اللي هو للكل. فأنا عندي مشكلات يعني فردية ما يعلم بها إلا الله، مسكته كده حبة حبة، إيش ورايا؟ ما أنا قاعدة السنين دي كلها أتخبط من يمين ليساري، وتبهدلت وتجعثت، وحالة أبوي حالة، يعني جاد دحين بقول إلا وقت يخلص؟ لا والله وقت قاعد، وأنا أصلا أسابق الوقت من يومي. خليني يا بنت الحلال أكمل شغلي على الأقل على نظافة، ما حتاخذ مني إلا 5 دقائق تطبيق، 10 دقائق في الصباح، 5 دقائق حتى ما تجي 10 دقائق، وطبقتها. حطت لي لستة كذا وظبطتها، الخوف من الكذا، المرونة من كذا، لا المامر الفلاني، سلوك أو فكرة أو شعور، ينظف لك هذه من جذورها، يجيب لك إياها من لغلوغها، ينظفها يغسلها يخمشها ويطلع لك إياها. بس كده. إذا حابين بعدين تشوفوا التسجيل هخلي لكم إياه موجود في هنا في الانستغرام، وكمان هحفظ اللايف في اليوتيوب. إذا حبيتوا تشتركوا في مسرح الأحلام أو أي دورة ثانية، عندكم رابطي موجود عندكم في البايو، وتقدروا تكلموني على الخاص في وسائل التواصل حقتي، تيك توك، وعندي انستغرام ويوتيوب بنفس الاسم. باي، مع السلامة، أشوفكم على خير، استودعتكم الله.